احتلت القوات الإنجليزية البريطانية عدن. فلما احتلوا عدن احتاجوا إلى مترجمين يترجمون بينهم وبين العدنيين، فبحثوا عن مترجمين عدنيين. كل الشعب العدني وشبابهم رفض التعاون مع المحتل البريطاني والمحتل الإنجليزي، رفضوا، رغبوهم، زادوا لهم بالرواتب، ما حد راضي يتعين مترجم إلا عدني واحد اسمه عمر باهبري، تقدم للبريطانيين وقال أنا أشتغل معكم مترجم، واشتغل معهم مترجم. البريطانيين قرروا أنهم يسوون منشورات، أوراق يرغبون فيها الشعب العدني في الاستعمار البريطاني، فوائد الاستعمار البريطاني لوطنهم عدن، وسووا منشورات وكان يترجمها لهم العدني هذا عمر باهبري باللغة العربية، وكانوا طبعوا بالآلاف منشورات، وصارت الطائرات البريطانية ترميها على عدن على السكان. بعد فترة جاء ضابط بريطاني، ضابط استخبارات بريطاني كبير من بريطانيا وكان يتكلم اللغة العربية، جاء يفتش على القوات البريطانية في عدن ويشوف كيف تقدمهم في استعمار عدن وإيش المشاريع اللي سووها. فيوم وصل الضابط البريطاني وروه القادة الميدانيين في البريطانيين الإنجليز في عدن، وروه المنشورات، قالوا حنا سوينا منشورات وكانوا سعيدين وأرسلناها بالطائرات ورميناها على العدنيين تحثهم على التعاون معانا. فيوم نظر ضابط الاستخبارات البريطاني للمنشورات قام يضحك، قال تعرفوا وش مكتوب؟ قالوا لا. قال مكتوب في المنشورات هذه اللي أرسلتوها على الشعب العدني أن أفخر أنواع الشاي تباع في محلات عمر باهبري. كان عمر باهبري تاجر شاي في عدن. والله ذي بلمعة عمر هذا. يقول البريطانيين يلعبون على العالم وعمر باهبري يلعب عليهم. يا سلام يا سلام. لا وشوف ما لا عليهم أحد ولا التفتوا.